مرحبا بكم في قناتي. أهلا بكم وسهلا. اليوم جئت لكم بوصفة رائعة جدا. في الحقيقة رأيتها في اليوتيوب وأريد أن أجربها. الآن نبدأ المكونات. هنا عندي جلبانة ولحم وقرنون. هذا القرنون يعني جمدته، اشتريته عندما يبيع بكثرة ثم جمدته. هنا وضعت قليلا من الزيت لكي أقلي البصلة، قليتها جيدا، ثم أضيف التوابل والملح وذلك اللحم. الآن نحركه جيدا ونقلي البصل مع اللحم، يعني أنا جمدت اللحم. أنا عندما أشتري كمية كبيرة أجمد ثم أخذ من الثلاجة مباشرة. هنا وضعت توابل، أنا أحب هذا كثيرا لأنه طبيعي. عملته بالفلفل الأحمر. قبل أن تطبخ هذه الوصفة أطلب منكم أن تشتركوا في القناة وتضعوا لايك ورمز الإشعار كي يصلكم كل جديد مني، وأرجو أن تستفيدوا. هنا وضعت طماطم، يعني الحبة، أنا لا أضع طماطم مصبرة، لا أحبها. ثم أضيف الماء، أتركه يغلي، ثم أضيف المكونات الجلبانة والقرنون. يعني طبق سهل ووصفة سهلة جدا. شاركتها معكم لأنني رأيتها أريد أن أجربها، والله كان طعمها لذيذ جدا. الآن أغطيه، أتركه يطبخ. تابعوا الفيديو للآخر لكي تروا النتيجة. هذه هي النتيجة، أرجو منكم أن تجربوها. في الأخير أطلب منكم الاشتراك في القناة ووضع لايك لكي يصلك كل جديد.